جبنا لكم اليوم اخبار الوداد الرياضي والجيش الملكي والرجاء الرياضي. غنبداو باخبار الوداد الرياضي. سامبو ما بغاش يفسخ العقد بالتراضي. زولا المهم راه فسخ العقد بالتراضي، فيما الشرق البحري بغا يفسخ بالتراضي ولكن لاجون تاعو عكس القضية. اما الرئيس الوداد البرماكي خرج في احدى التصريحات الصحفية وقال ان الوداد الرياضي خاصها تكون بحال العائلة ديال بصح باش نخرجوا من هذه الازمة ونحبسوا التشويش على العمل نتاع المكتب المسير. وقال ايضا البرماكي غادي نحيدوا ليتيج اللي عندنا وغادي نديروا انتدابات في الخصاص اللي كاين. من مصادرنا الخاصة قال لك سيدي ناض نقاش ما بين المكتب المسير الرجاء وزيمباور، انه المكتب المسير عرض على زيمباور بعض اللاعبين اللي في البطولة ومتميزين في مركز الدفاع وما بغاش، قال لهم الا جبتوهم غادي يكونوا التروازيام شوا، ما يمكنش تخسروا عليهم فلوس ويكونوا تروازيام شوا. لهذا زيمباور ما بغاش، وكان ايضا زيمباور ما كانش متحمس باش يجيب البوا حيت ماشي هو داك المهاجم اللي كيبغي. هو كيبغي المهاجم يكون كيعرف يلعب برجليه مزيان ويلعب مع اللاعبين بحال قلتي، بحال مبينزا بحال مالانكو كيلعبوا مع اللاعبين برجليهم، كيعرفوا يلعبوا برجليهم. وزيمباور هو اللي عطى الضوء الاخضر باش الرجاء تشري هاد العماري بعد ما دار فتره ديال التجربه. عجبو قال لهم بغيتو وسيناو ليه، وكان ما بغاش ما غاديش تسيني ليه الراجل المدرب اللي عجبو. وفيما يخص اخبار الجيش الملكي، هناك اخبار من تونس كتقول باللي الجامعه ديال تونس او الاتحاد التونسي حط العين على المدرب نصر الدين نبي باش يدرب المنتخب التونسي.